السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير. اهلا وسهلا بك استاذ. اهلا وسهلا بك، مرحبتين اخي. من معي؟ معك استاذ عبد المجيد. عبد المجيد، مرحبتين سيد عبد المجيد، اهلا وسهلا بك. باذن الله حنقول نحن البيان بتاع الشباب المخصص معنا في ميدان الجزائر، لو تفضلوا يعني تعطونا فرصه. عندكم بيان باسم الشباب في ميدان الجزائر، لو تعطونا فرصه. ايه تفضل، نسمع منكم شنو عندكم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. نحن معتصمون ميدان الجزائر والمطالبون بتصحيح المسار، لا زلنا عند مطالبنا، ومطالبنا هي مطالب كل الليبيين من ميدان الجزائر شرقا الى ميدان مصراتة، مرورا بميدان مصراتة والزاوية وشبهة جنوبا الى كافة المدن الليبية. نحن المعتصمون نؤكد باننا من اجل ليبيا الموحدة، نرفض التطرف من كل الاتجاهات. نحن مسلمون وديننا هو الاسلام، نطالب بدولة القانون والدستور، علما باننا في ميدان الجزائر لا يمثلنا احد. عنواننا في الميدان وهاتفنا كذلك، اي تجمع سواء كان اسلامي او علماني متطرف لا يمثل الا نفسه وابناء ليبيا الحرة التي دفع 50,000 شهيد دماءهم من اجلها، لا يمثلهم سوى من دخل عبر صناديق الاقتراع. والسلام عليكم والله اكبر عاشت ليبيا تاريخ ايوه معاك، انت الله فيكم. شكرا الله يهديكم. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. تحياتنا لكل الشباب المتواجدين في ميدان الجزائر واللي لديهم مطالب طبعا موجوده حتى في الميدان، وكانوا معنا وتشرفنا بان هم كانوا معنا في حلقه خاصه خصصناها للاخوه الشباب المعتصمين في ميدان الجزائر، وربي يوفقهم، وان شاء الله دائما تكون بلادنا حلوه وحريصه وحريصين شبابها على سير قدما ببلادنا نحو الافضل، وان شاء الله ربي يوفق الجميع. ومره اخرى تحياتنا لكل الشباب المتواجدين في ميدان الجزائر في هذه اللحظات.